رسالة لكل ست وكل أم شقيانة ومطحونة في تربية الأولاد وشغل البيت. صدقيني ما تهمليش نفسك هتتحاسبي عليها، هتتسألي عليها. حرام عليكي تهملي نفسك، ما تأثريش في الصلوات بتاعتك، فروض ربنا سبحانه وتعالى. قراءة القرآن ما تهوريش القرآن، لازم كل 3 أيام، أقل من 3 أيام. لو عدى عليكي 3 أيام وقرأتيش القرآن تبقى أنت كده هدراه. وردك من القرآن، صلاتك، عبادتك، صيامك، اهتمامك بنفسك، بنظافتك الشخصية، بلبسك، بهندامك، ببرستيجك، بنومك، وقت نومك لازم تنامي وقت كافي. في اكلك، في غذائك لازم تعملي لنفسك نصيب في الاكل زي الاولاد بالظبط وطبق زيهم بالظبط. ما تهمليش نفسك، هتتحاسبي عليها. خدي وقت مستقطع كده، خلال اسبوع، خلال اليوم. لازم كل فتره كده اقعد مع نفسي، اعمل حاجه بحبها، اشربها، حاجه اكلها، اكلم حد من اهلي او اصحابي بحبه. ما تهمليش نفسك، صدقيني والله لو ضغطتي على نفسك زياده عن اللزوم هتتعبي وهتكون النتيجه مش كويسه، مش هتقدري تكملي. وعلمي ولادك ان ماما دي لها حق، لها حق في الاكل وفي اللبس وفي الشرب وفي كل حاجه. ووقت مع نفسها كده تقعدوا، بالها رايق وتعمل حاجه بتحبها. ما تهمليش نفسك صدقيني. لايك واشتراك في القناه لو سمحت.